والله يا جماعة أنا عارف إن موضوع الhook ده معقّد جدًا، وإن أنا مطلوب منّي إن أنا ألفت انتباهك وأخلّيك تكمّل معايا الفيديو للآخر، حتى لو اضطر أقول بس لا، ما باحبش الكلام ده. عامةً أنا في الفيديو ده إن شاء الله هاقول على شوية مصادر معمارية وأدوات مهمة جدًا، هتخلّيك بإذن الله تقدر تضيّق نطاق البحث وأنت عايز حاجة معيّنة، فاربطوا الأحزمة ويالّا بينا. مساء الفل يا شباب، متهيأ لي أكتر كلمة ممكن تكون بتسمعها وأنت طالب أو حتى وأنت متخرّج، اعمل search هات لي كده التفصيلة بتاعتها، الفكرة بتاعتك مش واضحة، هات لي مشروع شبهه، نداء هام. أنت أول حاجة كده بالصلاة على النبي لازم تعملها بعد إذنك انزل المكتبة، انزل مكتبة الكلية، والله هتندم، زي كده بالضبط. أنا ما نزلتش مكتبة الكلية دي غير وأنا باعمل مشروع التخرُّج، عشان كنت باجمّع data عن المشروع بتاعي، فنزلت المكتبة لأول مرّة، أو لأ مش لأول مرّة، بس لأول مرّة أنزل المكتبة عشان أجيب data معمارية، وحقيقي فعلًا ندمت على كمية المعلومات اللي كانت فايتاني. وعايزك تركز في حاجه، خلي بالك انت مش هتنزل المكتبه تقعد تقرا، انت هتنزل تطلع، وفي فرق كبير قوي بينهم. اصل انت استحاله تمسك لي كتاب 500 صفحه او اكتر وتقعد تقرا فيه او تقعد تقرا المعلومات كلها، انت بس هيبقى مطلوب منك تجيب معلومه معينه، فانت هتتعب شويه بس وانت بتدور عليها، بس بعد كده ممكن تاخدها صوره تكتبها. انت محتاج من الكتاب ده حاجه واحده انت بتدور عليها، تفصيله مثلا لتركيب كيرتن وول نظام سبايدر سيستم مثلا. انا بقول لك مثلا اللي جه في دماغي دلوقتي، فما تخافش، انت ولا هتضيع وقت ولا هتزهق ولا هتتعب، انت بس هتجيب معلومه. ودلوقتي بقى هنخش على اهم الكتب، وطبعا اول الكتابين اللي انا متاكد انك عارفهم، نايفرت وتايم سيفر. دول يعني كتب مقدسه للمعماريين، لان هم فيهم كل حاجه، كل المقاسات، كل الابعاد الستاندردز، كل اسس التصميم بتاعت اي مكان في الدنيا، مدرسه، مستشفى، ملعب، استاد، كل حاجه هتلاقيها في الكتب دي، بالذات كتاب نايفرت. حابب بس انوه عن حاجه معينه، انا مش عايزك تركز مع النطق بتاعي خالص، انا كده هكتب لك اسم الكتاب او اسم الموقع وانت تقدر تعمل سيرش عنه، عشان ممكن اكون بنطق غلط، عادي انا بني ادم. في كتاب اسمه Building Construction Illustrated، باين من اسمه كده ان هو كتاب عن الانشاء واي حاجه تخص المباني. رابع كتاب اسمه Architectural Graphics، برضه باين من اسمه ان هو كتاب بيتكلم عن ازاي ترسم الافكار بتاعتك، الافكار المعماريه بتاعتك ازاي ترسمها. في الكتاب ده اصلا انت هتتعلم ازاي ترسم عامه. كتاب رقم 5 اسمه 101 Things I Learned in Arch School، وده كتاب مهم جدا للناس اللي هي فريش، لسه داخله قسم جديد. الكتاب رقم 6 اسمه Towards a New Arc، ده بتاع المعماري المشهور لو كوربوزيه. طبعا انت مش هتحتاج كل الكتب دي، انت بس تبقى عارف ان في مصادر. مثلا انا شفت كل الكتب دي اكيد لا، بس عارف انها موجوده، عارف ان انا لو احتجت مصادر هعرف اطلعها من الكتب دي. وان شاء الله انا هحاول على قد ما اقدر اكون موفر الحاجات دي، سواء PDF او المواقع بتاعتها، وهتلاقيني سايبها لك تحت في الديسكربشن ان شاء الله. في كتاب بقى للبوست مودرن، بوست مودرن ده اسلوب تصميم، الكتاب اسمه Complexity and Contradiction in Architecture. نيجي بقى للمواقع، ودي بصراحه اللي استخدامها اكتر بكتير، لان الواحد بيستسهل. يعني انت معلش مش هتروح تدور على كتاب وانت اصلا متوفر لك موقع ممكن تجيب من عليه اي حاجه انت عايزها. واول واهم موقع، واللي انا متاكد بالمناسبه ان انت عارفه، هو ارك ديلي. ارك ديلي انت ممكن تجيب عليه تفاصيل اي مشروع في الدنيا، بس بيبقى فيه مشكله صغيره، ان هو مش كل المشاريع بتبقى متوفره، ومش كل المشاريع بيبقى ليها داتا كامله. يعني مثلا احنا ليه بنحب الموقع ده بالذات؟ لان هو بيبقى موفر لك بلانات، سكاشن، واجهات، لو سجلت ايميل عليه هيوفر لك الحاجات دي بجوده عاليه. الصور، تاني موقع هو زيه تقريبا بالظبط اسمه ديزل، يعني ما يختلفش عنه كتير، بس بصراحه ساعات بتبقى الداتا اقل شويه. بيبقى حلو قوي في انك تعرف معلومات عن المبنى نفسه، اللي هو اتبنى سنه كام، ومين المعماري اللي عمله، ايه مكتب الاستشاري اللي عمله. وبالمناسبه هتلاقيها برده على ارك ديلي. تالت موقع، وده في منه ابلكيشن على الموبايل، هو بنترست. بنترست انت ببساطه بتعمل عليه تغذيه بصريه، اي حاجه انت عايز تعرف شكلها، عايز تاخد افكار، اصل هو الافكار ما بتجيش من غير تغذيه بصريه او من غير انك تقتبس، بس طبعا كل واحد بيبقى عنده التاتش بتاعه او الشخصيه بتاعته، فدي بتبان. لو حتى لو خد فكره زي ما هي، بيلاقي شخصيته بانت في الفكره، فبيلاقي نفسه اتطور فيها. فبنترست من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها كمعماريين. رابع موقع، ودي اهم اداه عندنا، هو بيهانس. يا جماعه ما تغلطوش غلطتي، انا عرفت الكلام ده يعني متاخر شويه. لازم يعني مسافه ما انت دخلت القسم اعمل اكونت على بيهانس، واقعد تابع عليه كل المشاريع اللي بتنزل، تابع زمايلك، تابع ناس مشهوره، عشان بيهانس ده البورتفوليو بتاعك. فانت كل ما عرفت الموضوع ده بدري، كل ما هتبدا تشتغل على مشاريعك كويس بدري وتظبطها وتنزل المشاريع بتاعتك. عقبال ما تتخرج هتلاقي نفسك بقى ايه، عندك مشاريع كتير، البورتفوليو بتاعك بيبقى مليان. في موقع اسمه بيلدينج ساينس، وده من اسمه بيركز على الفيزياء بتاعه المباني. في موقع اسمه اركيتونيك، وده لكل المنتجات المعماريه، الفرش والديكور والحاجات دي. وفي موقع اسمه اركتايزر، وده شبيه لارك ديلي. الموقع الاخير معانا وهو اسمه ديفيزر، وده عليه مشاريع بمستوى فني وجوده عاليه. طبعا مش محتاج اقول لك ان انا اكيد ما قلتش المواقع اللي في الدنيا او كل المصادر دي، بس كل الداتا اللي انا قدرت اجمعها. وعايز اقول لك كمان ان انت مش هتستخدمهم كلهم، انت كده هتلاقي نفسك بتتبع طريقه معينه عشان تجيب مصادر او داتا. مش محتاج اقول لك، انت لو مهتم بالمحتوى المعماري
والمحتوى البصري بشكل عام. يا ريت تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه، تعمل لايك وتشارك الفيديو مع كل اصحابك اللي في القسم. بس كده، شكرا جدا، سلام.